تعرف ايه اللي بيحصل في جسمك لما بتحب بنت؟ لما بتنجذب لبنت كده وتقرب لها وتاخد رقمها وتتعرف عليها وتخرجوا مع بعض وهدايا ويبتدي الاحضان والقبلات والتجاوزات الجسدية، تعرف ده بيعمل ايه في جسمك؟ اول حاجة يا جماعة الجسم بيفرزها هي هرمون الدوبامين، هرمون السعادة. عشان كده بتلاقي اي اتنين بيحبوا بعض تبص تلاقيهم مبسوطين جدا، الحياة وردي في عينيهم، مبسوطين وعايزين يسعدوا كل اللي حواليهم. ده طبعا بفعل هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة. طب بيعمل ايه تاني هرمون السعادة؟ بيعمل حاجة بيسميها العلماء اللهفة. عارف تحس ان الاتنين اللي بيحبوا بعض ملهوفين على بعض. انتي وصلتي، انتي اكلتي، انتي شربتي، انتي نمتي، لما تصحي طمنيني انت ازاي بقالك ربع ساعة ما كلمتنيش. احنا قعدنا في الكافيه ساعتين بس سبحان الله عدوا كأنهم دقيقتين. تحس كده ان اتنين ملهوفين على بعض. طيب بيعمل ايه تاني هرمون الدوبامين؟ طبعا بتبتدي الشهوة والرغبة الجسدية تطفو على السطح، وبنبدأ اللي هو ايه، عايزين بقى نلمس بعض، عايزين قبلات، عايزين احضان، عايزين تجاوزات جسدية. ده طبعا بفعل هرمون الدوبامين. طب بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجة اسمها الجنان. تبص تلاقي نفسك بتعمل تصرفات مجنونة. ممكن ولد يسافر 300 كيلو عشان بس يشوف البنت اللي بيحبها كده من بعيد ويرجع تاني. ممكن بنت تقف في وسط الشارع تقول بحبك بعلو صوتها وهي مش واخدة بالها ان الناس بصلها. بيقولك تصرفات مجنونة. تبص تلاقي نفسك ممكن تبات تحت بيت اللي انت بتحبها نايم في العربية مستني بس انها تفتح الشباك تبص عليها. عارفين التصرفات المجنونة دي اللي هي مش طبيعية. وطبعا بيفرز هرمون اسمه النوري بينفرين، وده بيخليك في منتهى النشاط. عشان كده تلاقي الاتنين اللي بيحبوا بعض ما ناموش طول الليل، مطبقين طول الليل بيتكلموا مع بعض، ولما يروحوا الشغل يبقوا برضه فايقين، فيقول انا ازاي فايق كده وانا ما نمتش. ده بفعل الهرمونات يا جماعة. واخر حاجة بتعملها الهرمونات انها بتعطل الفص الامامي من القشرة المخية، اللي هو بيعمل ايه، اللي هو مسؤول عن التفكير المنطقي والحكم على الامور بمنطق. ده بيعمل ايه اللي بيحصل له؟ بيتعطل الحكم المنطقي في مخي، بيتعطل لما بحب. علشان كده تبص تلاقي اللي بيحب مش شايف حقيقة اللي بيحبه. ناس كتير تقول لك يا ابني ابعد عن البنت دي مش محترمة، دي اخلاقها مش كويسة. لا لا لا، انا شايفها ملاك. بيبقى مش شايف بالمنطق، بيبقى شايف البنت اللي بيحبها دي ملاك، مش شايف عيوبها. تقعد الناس كلها تقول له ابعد عنها، هو مش شايف عيوبها. وعشان كده زمان اهلنا قالوا لنا مرايه الحب عاميه. هو لا في مرايه حب ولا في حاجه عاميه، هو كل الفكره ان الحب بيعطل مراكز التفكير المنطقي في المخ بفعل الهرمونات، فانت ما بتعرفش تحكم على الاشياء بالمنطق. طيب بعد كل اللي انا قلته ده، تفتكر مش وارد ان انت والعياذ بالله تقع في الزنا؟ السؤال بقى، مش وارد ان انت تقع في الغلط؟ مش وارد ان انت تقع في الحرام؟ بعد كل اللي قلته، الشوق واللهفة والخروجات والهدايا والقبلات والأحضان، مش وارد ان احنا نقع في الحرام؟ ممكن حد دلوقتي بيسمعني يقول انت اوفر قوي، يعني زنا ايه اللي اقع فيه؟ انا شاب ومصاحب بنات بس عمري ما اقع في الزنا، ده انا ما اعملش كده. لا طبعا، انا كبير وعاقل. خلي بالك ده شغل شيطان، هو اللي بيوهمك ان انت اقوى. مفيش حد يا جماعة كبير على الغلط، كلنا ممكن نقع. ربنا قال ولا تقربوا الزنا. ليه ما قالش ولا تزنوا؟ لان هو الزنا ما بيجيش مرة واحدة. انت مش هتصحى من النوم تقول انا نازل ازني النهاردة. لا، هو بيجي بايه؟ لا تقربوا، يعني ما تقربوش. القرب ده اللي هو ايه؟ الخطوات اللي انا قلت عليها، الخروجات والقبلات والاحضان والشوق واللهفة، كل ده هو ده خطوات الشيطان، هو ده لا تقربه، هو ده القرب من الزنا، ان انت بتعمل خطوات تقربك من الزنا. يا جماعة الخلاصة، الصحوبية حرام، ما تصاحبش. لو انت لسه صغير ما تصاحبش. في الغالب الولد لما بيغلط مع البنت وبيبقى هو في الجامعة وهي لسه في الجامعة، هو ما بيتجوزش واحدة غلط معاها. وانت لما تبعد عن البنت اللي انت غلطت معاها، عايزه اقول لكم ان البنت بتتدمر وبتتقطع ومش عارف ايه وانت كمان بتتدمر، لان ساعه العلاقه الجسديه اللي بتحصل في الحرام دي بيفرز هرمونات بتخليك متعلق بالبنت دي قوي. وبعدين تيجي بعد بقى ما تكبر وتتخرج من الجامعه، يبتدي اهلك يشوفوا لك عروسه تانية، ما يوافقوش على البنت اللي انت غلطت معاها، انت نفسك تقول انا مش عايزه اتجوز واحده غلطت معاها. طب ليه بنعمل كده في نفسنا؟ والله بيقولك اثار انسحاب الشخص اللي انت غلطت معاه بيساوي اثار انسحاب الهيروين من الدم.
عارف اثار انسحاب الهيروين؟ تبقى على اخرك وبتتقطع وعايز تشم وعايز، هو بالظبط لقوا ان هي نفس اثار انسحاب الشخص اللي انت بتحبه. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنخش في علاقات ملهاش مستقبل؟ ليه ابقى لسه شاب، لسه لا اشتغلت ولا جبت شقة ولا لسه اصلا ماسك شغل في ايدي واروح احب بنت؟ طب انت بتحب ليه؟ بتعمل ايه غير بس ان جسمك بيفرز هرمونات وبتقطع في نفسك وخلاص؟ الحب حلو، من حقك تعيشه، وربنا خلق كلنا جوانا رغبة تجاه الجنس الآخر علشان الحياة يبقى فيها متعة، ما تبقاش دار تكليف وبس. بس متعة في ايه؟ في الحلال يا جماعة. الحب حلو بس بإيه؟ بتقوى الله. ربنا يهدي شبابنا يا جماعة. ما تصاحبوش، ما تخشش في علاقات غير لما تكون كبير وناضج وفاهم وجاهز للجواز. لكن مش جاهز للجواز، ربنا قالك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بس مش هقول اكتر من كده، بعد كلام ربنا مش هقول حاجة. اشكركم جدا. لو شايفين الحلقة مهمة للشباب اعملوا الشير لإفادة الغير. شكرا والسلام عليكم.